ابقوا بعيدا. يعتقدون أنهم يستطيعون هزيمتي بهذه السهولة. لا أريد مساعدة من أحد، لأنني أقوى محارب على الإطلاق. بص يا صديقي، قبل ما نبدأ كده اللي يقدر يقول المقدمة ديت من انهي انمي يبقى اسطورة بمعنى الكلمة. بعد كده عايز اقول لك استعد علشان انت داخل على مجزرة بمعنى الكلمة، يعني من الاخر كده يا جدعان اللي قلبه ضعيف يروح. بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نبدأ سرد الحكاية. بتبدأ حكايتنا ببنت بتجري وبتكون خايفة جدا، وفي شخص في الوقت دوت بيكون اصلع بيراقبها بابتسامة خبيثة، وهوب فجأة كده ابن المجنونة بيقطع رقبتها وجسدها بالخنجر بتاعه. في نفس اللحظات بيظهر شاب غريب كده في المكان، فبيضربه هو كمان في سكته بالخنجر في صدره. ولكن المفاجأة ان الشاب دوت بيقوم بعد كده وبيقول له فعلا هي غلطتي يا عجوز، انا غلطان علشان ما قتلتكش قبل كده لما جت لي الفرصة، ولكن دلوقتي هصلح الغلطة ديت. وفجأة بيطلع خنجرين من ايده الاتنين وبيقطع العجوز دوت وبينطلق على المجموعة اللي قدامه، وبيبدأ ان هو يخلص عليهم واحد ورا التاني. بيحاولوا يهربوا من قدامه ولكن بيقتلهم بشكل دموي ووحشي جدا يا جدعان، وبيقطعهم بكل وحشية. اما في نفس الوقت بقى صديقي بنشوف ام بتسرح بنتها على الجانب الاخر، والاب بيدخل عليهم وهو بيجري ومطعون في صدره. بيحاول يدافع عن اهل بيته علشان العصابة اللي بتجري وراه عايزين يخلصوا على الناس كلها، لكن للاسف خلاص فات الاوان. بتعدي السنين وبتمر الايام، وبنشوف بعد كده صديقي البنت الصغيرة ديت كبرت وبقت عروسة. البنت دي بالمناسبة بيكون اسمها رينو، كانت قاعدة قدام القبر بتاع ابوها، وساعتها بتيجي ست عجوزة عليها بتسألها يا ترى بنت جميلة حلوة زيها قاعدة في المقابر بتعمل ايه قدام القبر ده؟ فبتعرفها بنفسها وبتقول لها بكل حزن ان القبر دوت يكون قبر ابوها. الست بتتأثر وبتسألها بعد كده عن امها يا ترى هي فين، فالبنت بترد عليها وبتقول لها ان هي مش عارفة ايه اللي حصل. بتبدأ بعد كده تحكي لها الحكاية بكل حزن، وبتقول لها ان والدها اتقتل قدام عينها من عصابة كان عددهم 30 راجل، وبعد ما خلصوا على والدها اغتصبوا امها وبعد كده خدوها معاهم. بعد ما بتحكي لها حكايتها بتقول لها انا حكيت لك كل حاجة وانا ما اعرفكيش، هو انت مين؟ علشان الست العجوزه تبتسم وتقول لها بص يا ست انا اسمي ياو، وعدى 800 سنه من ساعه ما كنت في المقبره ديت. رين وقتها بتكون مش مصدقه اللي هي بتقوله، بتقول لها انت بتقولي ايه يا بنت المجنونه؟ شكلك دمك خفيف وجاي تهزر، وانا الوضع اللي انا فيه ما يسمحليش ان انا اضحك واهزر ابدا. ولكن المفاجاه بقى ان ياو بتقول لها انا مش بهزر معاك ولا حاجه، مين قال ان انا بهزر؟ ما علينا، بس المهم دلوقتي انت ناويه تعملي ايه مع الناس اللي قتلت اهلك؟ رين بتتعصب بكل حرقه، بترد عليها وبتقول لها انا ناويه اخلص عليهم كلهم. فالست العجوزه بتقول لها استهدى بالله، بس هم مين دول اللي عايزه تخلصي عليهم؟ فرين بتقول لها ان دول عصابه بيكون اسمهم جماعه ايتو. فالست العجوزه بتتصدم وبتقول لها يا نهار ابيض، انا عارفاهم على فكره، دول مجموعه السيفين المحترفين بيخلصوا على اي حد دوجو بيعترضهم. بنكتشف بقى يا معلم بعد كده ان الدوجو دوت اصلا هو مدرسه او مكان تدريب فنون قتاليه. بتكمل كلامها وبتعرفها ان هم مجموعه دوجو خاصه بالسيفين المحترفين جدا، ودوت بيخلي التعامل معاهم صعب حتى على الحكومه. بتنصحها انها تستاجر حارس شخصي يكون معاها، وبتنصحها كمان بواحد معين كده وبيكون قاتل الماء تروح. الحكومه لحد دلوقتي لسه بتطارده، ولكن مش عارفه تعمل معاه اي حاجه ولا تقبض عليه. عنده مهاره خلته يقتل 100 واحد كانوا بيطاردوه في يوم من الايام، ومنهم جوز اخته الصغير. بس ولكنه بعد ما عمل كده اتفرض عليه مهمه قويه يكفر بها عن خطاياه كلها. ولو فاكرين ان انا بقول اي كلام وخلاص ممكن تدوروا عليه بنفسك. وبعد كده ريم بتمشي بالفعل وبتسيبها، والكلام بيكون بيرن في ودانها، ما بتكونش عارفه تروح فين ولا تيجي منين. البنت ملهاش اي مأوى، بتدخل مكان مليان بالقش وبتنام على الارض. ساعتها بيمر الوقت، واول لما بتصحى من النوم تاني يوم بتخرج من المكان اللي هي فيه، وفجاه بتلاقي بطلنا قدامها. بطلنا بيكون اسمه مانجو، وكان واقف قدامها بيقطع الاخشاب بطريقه احترافيه جدا، اعجبت بيه وقعدوا مع بعض وتعرفوا على بعض. بعد كده مانجا بيتكلم وبيقول لها ان وجود بنت زيها كده في المكان دوت خطر عليها، هي بتعمل ايه هنا؟ البنت بكل حزن بتطلب منه ان هو يساعدها علشان تقضي على العصابه ديت، وحكت له الحكايه كلها وقالت له ان هم قتلوا اهلها. الراجل بيقول لها لا انا مش هرجع تاني اعمل جرائم مره تانيه. فالبنت بتفضل ان هي تعيط قدامه وبتتوسل له علشان يساعدها. ايه الغريب بقى ان الراجل لحد دلوقتي ما كانش مصدقه وما اصله ما يعرفهاش يا جدعان، ولكنها بتبدا تحكي له قصتها مره تانيه وبتعيط وبتقول ان هي مش عارفه تعيش ومش عارفه اي حاجه ولا عارفه تاخد حقها. الراجل بيبص لها كده بنظره كلها خباثه وبيقول لها انا مستعد اضحي بكل حاجه علشان تاخدي حقك بالفعل، اثبتي لي دلوقتي حالا. فالبنت بتقول له انا مستعد اعمل اي حاجه، مستعد اقدم لك نفسي دلوقتي. ولكنه بيتعصب وبيقول لها انت بتقولي يا بنت المجنونه، وبيرزعها بالقلم على وشها. ولكنه في نفس الوقت بتصعب عليه وبيعتذر لها وبيقول لها على فكره انت شبه اختي الصغيره، انت بتفكرني بيها ليه؟ المهم بيمر الوقت، وتاني يوم بالليل بنشوف بنت ملثمه ماشيه مع شخص من المجموعه اللي خلصوا على والد رين. بيكونوا بيتكلموا مع بعض، ولكن الشخص دوت بيخرج السيف بتاعه وبيقول لها ان هو لازم يخلص عليها دلوقتي.
بنتي. البنت وقتها بتخلع الوشاح اللي هي حاطاه على وشها وبتظهر ان البنت ديت هي رين بنفسها وبتعرفه ان هي جايه علشان تتخلص عليه. ولكن وفجأة وقتها بيظهر بطلنا مونجو قدامها وبيقول للراجل انت بتعمل ايه يالا؟ انت عايز تخلص على بنت صغيره وانت قد الشحط كده؟ بس مش مشكله، انت كده كده تشكر لانك وفرت عليا المسافه ان انا اقعد ادور عليك علشان اموتك. بياخد بعد كده السيف من البنت نون وبيبدا ان هو يقرب عليه وبيتكلم وبيقول له مواجهه مبتدئ مع سياف ماهر، مش مشكله هتكون مواجهه صعبه شويه بس كله علشان خاطر عيونك. ايه رايك ان احنا نلتحم هنا دلوقتي احنا الاثنين بالسيفين بتوعنا ونخلي السمك مطر دم؟ ولكن المفاجاه بقى ان كروي ما بيكونش مهتم بالكلام بتاع مونجا خالص وبيقول له رايح في جنب يالا. بيبدا بعدها يقرب من البنت رين. مونجا بيتعصب عليه وبيقول له انا هعرفك قيمتك وبيبدا ان هو ينطلق عليه من الخلف، ولكن الصدمه كانت هنا. كروي بيقدر في لمح البصر يقطع رجل مونجي وبيبدا بعدها يقرب من البنت رين مره تانية عايز يخلص عليها وحالف مفيش اي حاجه هتوقفه. المفاجاه بقى ان البنت بتتشجع وقتها بتخرج من ايديها سكينتين وبتقول له تعالى لي يا حبيب ماما. بترمي السكاكين عليه بكل قوه وبتبدا ان هي تقطع الماسك بتاعه، القماش اللي على كتفه بيتقطع وبيظهر شيء غريب جدا وقتها وجهه المرعب وجنبه راسين لسيدتين. ولكن المفاجاه بقى ان على كتفه اليمين بتظهر راس زوجته واللي على كتفه الشمال ديت والدة رين، وساعتها رين بتصرخ فيه بشكل فظيع ولكنه بيهجم عليها وبيحط ايده على رقبتها. بيثبت البنت في الشجره وما بتكونش عارفه تتحرك ابدا وبيبدا ان هو يقول كلام غريب جدا وبيبان ان هو شخص مجنون ومش طبيعي خالص. بيقول لها ان هي لو ماتت هيموت نفسه وكمان بعدها على طول علشان يروح لها هي ووالدتها حبيبه قلبه. البنت بتقول له بجد طب تعالى لي بقى وبتطلع الخنجر وبتحطه على رقبتها علشان عايزه تموت نفسها. ولكنها قبل ما تعمل اي حاجه وتكمل خطتها بيجي مانجا وبيبوظ الدنيا كلها وبيطعن كوري ضربه قويه. بيفضل يقطع في ضربه يمين وضربه شمال بلا رحمه. مانجي بسبب اللي حصل بيستنزف طاقته كلها بيقع على الارض، وساعتها رين بتقرب منه علشان تطمن عليه. ولكن يا صديقي بعد شويه بتحصل حاجه غريبه جدا، حاجه مش متوقعه تماما. الراجل ده عنده قدرات خارقه بيقدر يرجع رجله اللي اتقطعت مكانها تاني. بيطمن البنت وبيقول لها ان هو عاد المهاره بتاعته تسمح له ان هو يعمل كده، وبيقول لها ان هو مش بيموت اساسا بالرغم من قوه الراجل المرعبه دي يا جدعان. ولكنه بيكون معترف وبيقول ان العصابه ديت لا يستهان بيها ابدا. بعد كده يا صديقي على جانب اخر بنشوف شخص عجوز قاعد وحاطط السيف بتاعه قدامه وعمال يرسم بيه. كان بيرسم بطريقه غريبه جدا وبنته بتجيله وبتقول له ان في ضيوف وان هو لازم يطلع علشان يقابلهم. اول لما العجوز بيخرج وبيشوف البنت رين قدامه بيتصدم وبيكون مش مصدق نفسه ان هو شايفها مره تانية قدامه. بيكونوا هما الاتنين عمالين يرحبوا ببعض والعجوز ما كانش مصدق وطاير من الفرحه كمان. الراجل ده صديقي بيكون اسمه سينسي، ولكن ساعتها مانجي بيتعصب وبيقول له اسمعني احنا مش في وقت سلامات دلوقتي، ومين الراجل اللي انت جايبان عنده ده يا ست؟ انت ضحكت عليا قلت ان في سياف قوي جدا هينضم لينا ولكن طلع مجرد فنان بيرسم وخلاص. ساعتها سينسي بيرد عليه بيقول له انت راجل مهزأ صحيح، هم اكيد سابوك فوق الجبل علشان كده اتربيت مع شويه قرود، ده الانطباع اللي انا واخده عنك يالا. ولكن رين بتبدا ان هي تهدي الدنيا بينهم هما الاثنين علشان ما يتخانقوش، وبعد شويه كلهم بيقعدوا مع بعض وبيبدا سينسي ان هو يحكي لهم علاقته بابوها وبيقول لها احنا كنا نعرف بعض من زمان جدا واحنا صغيرين، زمان واحنا بنتعلم صنع المرايات في ضواحي هونجو. بيفضلوا يتكلموا ويرغوا مع بعض كتير لحد ما في الاخر بيعرف وبيكتشف ان البنت رين جايه لحد هنا علشان تنتقم من الناس اللي قتل ابوها. لكن سينسي ما بيكونش عاجبه كلامه، بيقول لها انت مجنونه يا بنت، الكلام اللي انت بتقوله ده غلط تماما، اللي انت بتفكري فيه ده كله في خيالك لان اللي انت عايزه تحاربهم دول من اقوى الناس في البلاد. المجموعه ديت خطيره وخارجه عن القانون ده، حتى الحكومه بنفسها مش قادره تحاربهم علشان بتخاف منهم. الغريب بقى يا معلم ان في نفس الوقت دوت كان في شخص غريب قاعد على شجره بيراقبهم وبيسمع كل كلامهم. الولد بعدها بيهرب من المكان، ولكن في نفس الوقت مانجي بيلاحظوا على اخر لحظه ان هو كان بيراقبهم من هنا. بنكتشف بقى وبنتصدم ان سينسا مش عايز يساعد البنت رين، وبنعرف ان هو اصلا جاسوس للحكومه. وساعتها مانجي بيضحك وبيقول شكرا يا رين، ضحكتني والله، ده الراجل اللي انت جاي له معتمد عليه. بص للعجوز وقول له بقول لك ايه يا عم الحاج، انت من الاخر كده انت هتساعد بنت صاحبك بايدك الملوثه ديت ولا هتسيبها تموت؟ من غير لف ودوران يا سينسي، لان انا عارف ان انت بتحكي عن الشرف كتير بس انت خبيث واوسخ الناس كلها. فسينسي بيضحك عليه وقتها وبيقول له رايك تافه بالفعل بس انا مش هكدبه. بص يا معلم انا بهرب بالفعل من الكلام الفاضي بتاعكوا دوت لان عندي كومه لوحات عايز ارسمها ومش مكسوف خالص وانا بقول كده، لانك لو كنت فنان زي كنت حسيت نفس الاحساس. وقتها مانجي بيقول له اما انت راجل تافه، بيتعصب وبياخد بعضه بعد كده وبيمشي وهو متضايق. بيمر الوقت وبنعرف وبنشوف ان مانجي نايم في البرج، وتاني يوم بقى بتصحى البنت رين بتتفاجئ بوجود واحد من العصابه قدامها بيهددها بالسلاح بتاعه، لكنها بتوجه له ضربه قويه جدا وقتها. وبعدها الولد بيقول لها انت بتعملي ايه يا بت انت؟ بيطلق عليها احد الاسلحه اللي موجوده في ايده وبيثبتها في الحيطه، وبعد كده بيقرب منها بكل هدوء. ولكن وفجاه بيظهر مانجي في اللحظات الاخيره كالعاده وبيكسر الحيطه بالشخص ده. رين وقتها بتقول له خد بالك يا مانجي في احد الاشخاص موجودين وراك. بيتفاجئ بالفعل بمجموعه كبيره جدا من الرجال جايين علشان يخلصوا عليه الشخص اللي كسر بالحيطه. بيقوم بيقول لهم بص يا معلم، اللي هيخلص على الولد الحصاله دوت هيكون هو الزعيم الجديد وهجوزه بنتي. اوبا ده العيال بتولع وقتها وبتبدا المعركه
المعركه الطاحنه بينهم، وبيكون سينسي في الوقت ده قاعد في الغرفه بتاعته بيفكر في الالوان. جاتك 60 يلا انت قاعد في الاوضه بتاعتك تفكر في ايه يا تافه انت؟ هما بيكسروا في عظم بعض بره. ولكن المفاجاه اللي بتحصل دلوقتي ما كانتش متوقعه ابدا، الدم كله بيغرق الاوضه اللي كان قاعد فيها. واما بقى على الجانب الاخر الشخص الاقرع اللي كان بيتخانق مع بطلنا في الاول بيبدا ان هو يخدعه ويربطه في الشجره، وبعدها بينطلق عليه بكل قوته بالسيف بتاعه بيطعنه طعنه قويه وبيروح على البنت رين وبيثبتها. الشخص ده بيكون شخص قذر جدا وعايز يخلص عليها ولكنه ما بيلحقش يعمل اي حاجه. بيظهر فجاه سينسي من وراه كده بدون اي مقدمات وبيطعنه بالسيف في رقبته وبيبدا ان هو يقطعها له. الله ده انت حسيت على دمك يا عم الحاج انت اهو. المهم بعد ما بتخلص المعركه الدمويه ديت بنشوف رين رايحه لاحد الاشخاص متخصص في بيع وشراء السيوف. البنت بيكون معاها مجموعه من السيوف عايزه تثقلها وبياخدهم منها بالفعل ولكنها بتتصدم وقتها. البنت شافت قدامها سيف خاص بجماعه ايتو، بتروح بعد كده بتقرب منه وبتمسكه ولكنها مش بتلحق تعمل اي حاجه للاسف، وبيجي صاحب السيف الاصلي واللي بيكون من جماعه ايتو بياخد السيف منها وبيمشي. السيف بيكون معلق في دماغها جدا فبتجري وراه بتطلب منه ان هو يبيع لها السيف دوت ولكنه بيرفض يقول لها انت عبيطه يا بت، انا مستحيل ابيع السيف دوت ولا افرط فيه، ولكن بيعمل معاه صفقه وقتها لو دلته على احد البنات من عائله اسنو اللي كانوا موجودين في مقاطعه هانجو من سنتين. اوبا يا نهار ابيض، ده هنا بيكون قصده على البنت رين بس هو ما يعرفهاش. البنت بتتصدم وبتروح على مانجا وقتها وبتحكي له على كل اللي حصل، فبيسالها هي ليه عايزه تشتري السيف ده بالذات. فرين بتعرفه بكل حزن ان السيف دوت اصلا كان خاص بوالدها وهم سرقوه منه بعد ما قتلوه. قالت له انا لا يمكن اسيب السيف دوت لاي حد، بعد ما لقيته لازم اخده منهم يا مانجي. قالت له على فكره انا عارفه هم قاعدين فين. الشخص دوت قال ان هم قاعدين في مكان اسمه تاكيجو في ضواحي جيمين. الغريب بقى ان هي طلبت من مانجي ان هم ما تقاتلوش معاهم ابدا دلوقتي لغايه ما يوصلوا للراس الكبيره راس الحيه. في الليل بقى بنشوف البنت رين اثناء ما كانت نايمه وعماله بتعيط، ولكن مانجي بينفذ اللي في دماغه برضه، بيتسحب وبيقفل عليها الباب وبيروح للشخص اللي معاه السيف بتاع والد رين وبيطلب منه القتال وقتها. بيقول له لو انا كسبتك هاخد منك السيف اللي معاك دوت، ولو انت كسبتني اقطع رقبتي يا عم. فالراجل ده بيضحك وقتها وبيقول له على فكره انا عارف ان البنت اللي قابلتني الصبح هي رين وهي بعتك علشان تخلص عليا، انت بقى البطل اللي بيكون اسمك مانجي اللي قتلت 2 من العصابه بتاعتنا، ده انت يوم امك اسود. وبالفعل القتال الملحمي الحماسي بيبدا من مانجي والشخص اللي بيكون اسمه ماجيستو. بيقدر ماجيستو ان هو يتمكن منه وبيوجه له ضربات قويه وعاليه بالسيف بتاعه في رجله. بعد كده بيكتشف ان هو تحت وحله ومش قادر يتحرك، ومانجي بيتفاجئ وقتها وماجيستو بيستغل الموقف وبيهجم عليه. بيبدا ان هو يوجه له ضربات قويه وقاتله بالسيف بتاعه بيكون خلاص فاكر ان هو خلص عليه كده. بيمشي بعدها وهو مطمن ان هو كسب المعركه، ولكن على مين يالا؟ ده مانجي بنفسه. ماجيستو بيكون ماشي في الطريق بتاعه ولا على باله اي حاجه، ولكن وفجاه كده بيجي مانجي وبيديله ضربه في ظهره بالسيف بتاعه. الضربه قاتله قويه بمعنى الكلمه، ده اقوى من هجمات التنين يا جدعان. من شده الضربه ماجيستو بيرمي السيف من ايده وبيمشي وبيقول له ان هم يتقابلوا مره تانية لو حد فيهم نجا من الموت. بعد ما بيخلصوا المعركه بيمر الوقت، وفي اليوم اللي بعد كده بنشوف مانجي كان قاعد وعلى باله لحد ما فجاه بتجيله البنت رين بتقول له انا عايز اعرف دلوقتي السيف ده جه هنا ازاي. الولد بيقعد يتهرب من الكلام بتاعه بيقول لها ايه ده انت اشتريتيه الف مبروك، ولكنها بتتعصب وتقول له ما تهربش من الكلام يا عم الحاج، انت انا عارفه ان انت رحت علشان تقاتل الراجل، انت عملت كده الله يخرب بيت امك، انا قلت لك مش عايزاك تقاتل اي حد دلوقتي لحد ما نعرف الكبير بتاعهم. ايه الغريب بقى ان مانجي ما بيكونش مهتم بالكلام بتاعها ابدا وبيقول لها انا هنام يا حلو ما تصحينيش لغايه الظهر بكره. اما بقى وتاني يوم يا صديقي بنشوف الولد مانجي دخل لزقه كده وبيلاقي جواه بنت مستنيه وبيكون معاها اسلحتها، بتتكلم وبتعرفه ان هي اسمها ماكو وان هي من جماعه ايتو، ومانجي وقتها بيشكرها على تعرفها لنفسها. بيقول لها عرفت نفسك طب تعالي لي بقى يا حلوه. بيبدا القتال بينهم هما الاثنين ساعتها. مانجي بيكون اقوى منها بكتير وبيقدر ان هو يديها ضربه ورا الثانيه وبينتصر عليها بكل سهوله وبيوقعها على الارض وبيقول لها هيا تافهه انت تافهه بالنسبه لي، بالفعل المفروض كنت تفكر قبل ما تيجي تواجه اقوى رجل على الاطلاق. وفي الليل بقى بنشوف البنت ديت شغاله في حانه بتقعد تغني والناس بتكون مبهوره جدا بيها، ولما بتروح تقدم المشروب لشخص ما بيكون قاعد بيحاول ان هو يقرب منها، ولكن صديقتها بتساعدها وبتوقف الشخص دوت عند حده. بعد كده بنشوفها واقفه مع شخص بيكون اسمه كاجي وبيزعلها اللي هي عملته. بيقول لها انت اتجننتي يا بنت الهبله، انت رايحه لوحدك تقاتلي مانجي، ده الراجل مرعب جدا وكان ممكن يقتلك زي الباقيين. البنت بعد كده بتسيبه بتكون قاعده لوحدها على الجسر وحزينه جدا بسبب اللي حصل، ولكن في نفس اللحظه بيجي 3 رجاله من الحانه بيكونوا سكرانين وحالتهم زي الطين، بيكونوا عايزين يقربوا منها هي كمان، ولكن هي بتشتمهم وبتتعصب عليهم فهم بيزعقوا لها وبيكونوا عايزين يقتلوها. لكن هنا الصدمه بقى يا صديقي، بتخرج الاسلحه بتاعتها وبتخلص عليهم كلهم في وقت واحد. بنت المجنونه قطعتهم حرفيا الله يخرب بيت امك.
بيمر الوقت وتاني يوم بنشوف بطلنا واقف مع البنت رين، ولكن ساعتها بتيجي ماكي. البنت رين ساعتها بتكون متضايقه جدا منها لانها فاكره ان هي حبيبته بسبب ان هي بتدلع عليه، ولكنها اول لما بتفشي بتشوف المفاجاه من بعيد يا صاحبي. مانجو وماكي بدا بينهم قتال عنيف مرعب بمعنى الكلمه، والبنت ماكي بتكون مدشمله مانجا على الاخر، بتفضل تضرب فيه بلا رحمه وبتوقع عليه مجموعه كبيره جدا من الخشب. الولد بيغمى عليه وقتها، واول لما بيفوق بيروح علشان يشوفها هي راحت فين واختفت كده، ولكنها بنت الخبيثه فجاه بتظهر وراه من الخشب وبتديله طعنه. بعد كده بتفضل توجه له عدد كبير من الطعنات بتاعتها القويه، ولكنه في الاخر بيقدر ان هو يوجه لها ركله بتطيرها بعيد، بيوقعها على الارض وبياخد منها الاسلحه بتاعتها، وبعد شويه بيكون عايز يغدر بيها ويطعنها بالسكينه في قلبها. بعد كده بيكون عايز يهرب من الباب، ولكنه بيتفاجئ بقى مستنياه فوق وبتنزل وبترزعه ضربه قويه جدا بتقطع له دراعه. ومش بس كده، لا والله ده البنت طلعت نينجا كمان، بتطعنه بالسيف في صدره وبتقطع له رجله. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه اللي بنت المجنونه دي بتعمله؟ البنت بعد اللي عملته بتكون حزينه جدا على اللي هي عملته في الولد دوت، ولكن بطلنا بيطلب منها ان هي تقطع راسه، وده علشان يتخلص من حياته لان كرهها تماما، ولكنها بتكون مش قادره تعمل كده، ولكنه بيهجم عليها ساعتها. البنت بتقول له بجد يا ابن الغداره، وبتتشجع وبيقفوا قدام بعض هما الاثنين، كل واحد فيهم مجهز الاسلحه بتاعته، والاثنين بيهجموا على بعض في نفس اللحظه، ولكنها بتقدر ان هي تسيبه بطعنه قويه جدا. بيهجموا على بعض مره ثانيه يا صديقي، والقتال بيكون حماس وملحمي بمعنى الكلمه، ولكن المفاجاه ان هي بتقطع دراعه الثاني، وساعتها بس بتوصل البنت رين وبتمسك السيوف بتاعتها، ولكن بطلنا بيشتمها وبيقول لها بعدي بعدي يا غبيه، انت مش هتقدري تعملي حاجه، ده البنت ماكي اللي قدامك قويه جدا. ماكي بتكلمها وبتقول لها اهلا بالسنيوره اللي دمرت الناس كلها بسببها، عايز اقول لك لحد ما توصلي للانستو وقتها هيكون الناس كلها ماتت بسببك. رين بترد عليها وبتقول لها وانت مال امك انت، انا مش هاممنا اي كلام من اللي انت بتقوليه، انا لازم اخد بطاره اهم حاجه، انا وقفت قدام ابرا ابويا ووعدته ان انا لازم اجيب له طاره. بعد كده يا صديقي بيفضل الاشتباك اللي بينهم دوت كله، وكل واحد بيروح في حاله. بنشوف ساعتها ماكي بتروح الحانه وبتدي ورقه لاحد الاشخاص اللي هناك واللي بيكون اسمه كاجي، بتمشي بعدها وبتسيبه، والراجل اول لما بيشوف الورقه بيتصدم وبيطلع يجري وراها، ولكنها مش بتهتم وبتكمل طريقها. بيمر الوقت يا صديقي، وبعد كده بنشوف ولد صغير ميت من حوالي عدد كبير جدا من مجموعه من الذئاب، وبنعرف ان ماكي هي اللي ساعدته، ولكنها بتكون واقعه على الارض وبيجي عجوز وبيكون عايز يقتلها، بس الولد الصغير بيحاول ان هو يمنعه، ولكنه بيضربه ضربه قويه جدا وبيقول له اقعد يلا. وبعدها بياخد البنت ماكي وبيحطها على شجره عاليه، وبيقول لو فقت تبقى تهرب وقتها، ولكنها لو وقعت تبقى وليمه الذئاب حلال عليهم. الولد الصغير بيرفض الكلام دوت وبيقول له بتعمل ايه يا عم الحاج انت، ولكنه بيرزعه ضربه قويه مره ثانيه وبيقول له انت السبب في كل اللي بيحصل ده يلا. واما على الجهه الثانيه بقى عند المعلم مانجو والبنت رين، بيكون مانجي بيتدرب بالسكاكين بتاعته على الشجره، بينادي على البنت رين وبيقول لها تعالى نتدرب شويه، وبتبدا رين ان هي تهجم على مانجي بالفعل، ولكنها بتكون ضعيفه جدا. بيقدر مانجي يطير السيف بتاعها في الجو كده زي الحمامه، وبيحط مانجي وقتها السيف بتاعه على رقبتها. رين بتخاف وبتترعب وبتفقد الامل وبتقع على الارض وبتفضل تترجى ان هو ما يقتلهاش. مانجي بيضحك عليها وبيقول لها جاتك 60 نيله، ده انت مش نافعه خالص، ده انا في ظرف 5 دقايق كنت هخلص عليكي. علشان رين ساعتها تبدا ان هي تعيط، فبيقول لها مانجي لا يا قلبي ما استحملش ان انتوا تعيطوا قدامي ابدا. الله في ايه يا عم الحاج انت وهي. بيكمل كلامه وبيقول لها المفروض تتعلمي الاول قبل ما تمسكي السيف بتاعك ان انت تعرفي قد انت ضعيفه، تعالي ناكل لقمه حلوه علشان ترم عظمك كده وبعد كده نكمل. بيقعدوا بالفعل مع بعض وبتقول انا شكلي كده مش هعرف اعمل اي حاجه، فبيرد عليها مانجو بيقول لها لا تعملي كل حاجه، ينفع تعملي كل حاجه بالفعل. وبعد شويه صديقي بتروح البنت رين للغابه وبتحس بصوت هناك، وبتروح تشوف ايه اللي بيتكلم ده، بتلاقي وقتها كاجي بيتدرب فبتهجم عليه بدون اي مقدمات كده، بتطعنه طعنه قويه بالسكينه في دراعه وقتها، ولكنه بيقدر ان هو يخدعها ويوقع السلاح منها على الارض. بتروح بعدها تاخد السلاح بتاعها من على الارض وبتقول له خد بالك انا بقيت سيافه. بيقول لها ايوه ما هو باين عليك اهو يا حلوه. بيقرب عليها بعد كده بكل هدوء، ولكن البنت رين اول لما بتشوفه بيقرب منها بتسيب السلاح وبتطلع تجري، فكاجي بياخد منها السلاح وبيقول لها رايحه فين يا حلوه، وبيطعنها طعنه قويه بيه. البنت رين بتقع على الارض وبيروح كاجي عليها وبيعرف انها بنت الشخص اللي قتلوه من فتره. بيقول لها اهلا وسهلا فرصه سعاده، وبربطها في الشجره بقول لها عايزه ايه بنت انطقي يلا. رين بترد عليه وبتقول له انا عايزه انتقم منكم، انا جاي هنا علشان اخلص عليكم. علشان كاجي يضحك ويقول لها ما شاء الله عضلاتك مقويه يا قلبك، انت لسه دلوقتي بتتوسلي لي علشان اسيبك، انت مش خايفه على حياتك يا روح ماما. فرين بتتعصب عليه وبتتكلم وبتقول له انت قتلت والدي بكل برود ودلوقتي عايزني اتوسل لك كمان علشان تسيبني. فكاجي بيضحك وقتها بيقول لها انا هسيبك المره ديت علشان انت بنت جميله وقمر. فرين بتتكلم وبتقول له انت قتلت والدي ليه يا عم الحاج انت، انا بكرهك كره العمى. فكاجي بيقول لها ما يرضنيش قمر زيك كده يكون كارهني، دوت واجب على فكره. وبيبدا يحكي
بيحكي لها وبيعرفها ان قبل سنين كتيره القوات المشتركه قدمت 3000 سلاح ناري لليابان، ولكن بعد 5 سنين جه مامته من عصر كان فاكر ان السيف لازم يتشال بايد واحده، شال السيف في ايده وعمل نيته اتش وقتها، وعلشان كده انا بعمل واجبي. الواد دوت كان مجنون بمعنى الكلمه، بيوريها قدراته على استخدام السلاح وبيقول لها على فكره بالسيف بتاعي دوت اقدر احطم سيف قوي جدا بضربه واحده بس. بيعرفها ان جده وجدها كانوا بيتخانقوا مع بعض قبل كده علشان السياده، وبيروح بعد كده يفكها على طول، بيديها السكينه بتاعتها وبيقول لها اعملي اللي انت عايزاه. فالبنت ريم بتقول له انت ليه ما قتلتنيش يا عم؟ علشان يرد عليها ويقول لها انت جايه لحد عندي هنا دلوقتي علشان تنتقمي، انت ما انضمتيش لهم، انت ماشيه مع نفسك محدش بيساعدك لاسباب كتير، كمان ان انا ما قتلتكيش ان انت سيافه زينا. فالبنت ريم وقتها بتعيط. بنرجع بعد كده بالزمن يا صديقي وبنشوف ياما وبيبقى ماشي مع الرئيس بتاعه، بيشوف كاجي وقتها بيتدرب بشكل حلو قوي، بينحني احتراما ليهم وبعد كده بيسيبهم وبيمشي. فالرئيس بيتكلم وبيقول للياما انا بحاول اقتل الولد اللي اسمه كاجي لانه بيحاول يقتلني وعايز يسيطر على الايتو بس، ولكننا بنعرف ان في واحد تابع للولد كاجي دوت بيكون اسمه كاوري. الولد دوت خطير جدا ولو الرئيس راح علشان يقتله مش هيسيبه ابدا. بيطلب وقتها من ياما ان هو يوقف كوري دوت باي شكل من الاشكال، فبيتفاجئ ياما اول لما بيسمع الاسم ده. الرئيس بيزعله وبيقول له انت اتجننت يالا، ما تنفذ الاوامر بتاعته والا هقتلك. الراجل بيقول له اوامرك يا فندم، وبالفعل بيقرر ان هو يساعده. المهم بيمر الوقت وبعد شويه بنشوف الولد سابه ميت بطريقه وحشيه، وفجاه بيظهر ياما وبيقول لهم ايوه انا اللي قتلته علشان احفظ الشرف، ودلوقتي لقيته بقت ملك انا لوحدي. فبيتكلم كاجي وبيقول له انا مصدقك على فكره، وانا عارف ان شخص زيك فقد دراعه بسبب التدريب، انت على فكره سيف اقوى من جد نفسه. وساعتها بيبقى كاجي عايز ينتقم لجده. المهم يا صديقي بنرجع للحاضر مره تانية وبنشوف رين ومانجي وهم في السوق مع بعض، وساعتها مانجي بيكون واقف عند شخص بيبيع قناع وبيختار قناع علشان يشتريه، ولكن في ولد وبنت بيكونوا عايزين نفس القناع. للاسف ما بيكونش غير قناع واحد بس من اللي هم مختارينه دوت، فالولد بيقول للشخص دوت يدي القناع للبنت هي، فالبياع بيسكته وبيديله واحد ببلاش، ولكنه بيرفض الولد وقتها ان هو ياخد القناع. فبيقول الشخص دوت لمانجي هات السيف بتاعك بعد اذنك. مانجي بيكون مستغرب وبيديله السيف بتاعه مش فاهم اي حاجه، فبياخد الشخص دوت السيف وبيعمل تحديات على القناع، بيجرح بعد كده نفسه ابن المجنون وبيعمل رسم على القناع من الدم بتاعه وبيخلي شكله حلو جدا، والولد بياخده بعد كده. بيجي بعدها على طول ابو الولد دوت وبيقول له انت بتعمل ايه يا ابن الهبله، وبياخد ابنه. بيشكر مانجي على انه اداله السيف بتاعه، بيكون خايف جدا على الولد وبياخده وبيمشي. رين اول لما بتشوف اللي بيحصل دوت بترجع بالزمن لورا كده وبتفتكر لما كانت مع جدها، كان بيقول لها وقتها لو حصل له اي حاجه ما تروحش وراهم وتقاتل، لان احفاد الشخص دوت مش هيسيبوها الا لما يخلصوا عليها. بنرجع للحاضر مره تانية يا صديقي وبنشوفها بعد كده لما كانت ماشيه رايحه للبيت بتاعها، ولكن فجاه وقتها بتشوف ولد عايز يضرب شخص صغير علشان قطع له الحذاء بتاعه، فبتبدا ان هي تقول له وقف اللي انت بتعمله ارجوك. بتنزل على الارض وبتبدا ان هي تعتذر للشخص دوت على اللي عمله الولد الصغير، وبتطلب منه ان هو يسامحه. الراجل بيستغرب وبيقول لها هو انت مين يا ست انت وانت بتعتذري له ليه، هو انت امه؟ بتعرفه بنفسها وبتقول له ان هي من قبيله هوجو، فبيتريق الراجل دوت على اسمه وبيقول لها اهلا وسهلا. الولد الصغير اول لما بيسمعه بيتريق على اسمه بيبقى متضايق جدا من الكلام بتاعه وعايز يضربه، بس ولكن رين بتمنعه وبتمسكه وبتقول له الشخص ده هيأذيك. الواد ابن المفتريات التاني بيقول لرين لو عايزين اسامح الولد الصغير دوت تبقى تصلحي لي الحذاء بتاعه، وبعد كده بيمسح رجله فيها، وبالفعل بتكون مضطره ان هي تعمل كده وتستحمل الاهانه وبتاخد الحذاء بتاعه وبتصلحه له. رين بتقول للولد انا على فكره عملت كده وتقبلت الاهانه علشان خاطر انت ما تموتش. بتبدا تحكي له ان هم قتلوا ابوها وبتقول له ان هم مجموعه خطيره جدا. الولد بيتضايق وبيقول لها هم مين مجموعه الايتو دول، ده لازم اروح اخلص عليهم دلوقتي. رين بتتفاجئ وبتقول له بجد انت ما تعرفهمش، ده المجموعه ديت خارجه عن القانون والناس كلها بتحكي وتتحاكى عنهم. اما بقى على الناحيه الثانيه في نفس الوقت مانجي بيكون متضايق على البنت رين لانها خرجت من غير سيفها واتاخرت كمان. الواد بعد كده بياخد البنت رين للبيت بتاعه بتاسف لها عن اللي حصل، وبيكون الولد دوت ابن صاحب محل الاقنعه. الراجل بيشكرها على المعروف اللي هي عملته مع ابنه لان لو لها كان زمانه دلوقتي ميت، وبيقول لها اي حد بيقرب من ابني على فكره كنت بقتله، علشان كده زوجتي سابتني وسابت البيت ومشيت بسبب اللي انا كنت بعمله، وبعدها توفت بسبب المرض بتاعها. بيسالها بعد كده عن والدها وعن اهلها، فالبنت بتعرفه ان هم اتقتلوا وبتعرفه قصتها كلها. المفاجاه بقى ان هو بيطلع من الاشخاص اللي قتلوا والدها، فبتقول له انا مش جاي دلوقتي علشان اقتلك على فكره، لو انت نفس الشخص اللي قتل والدي بس لسه ما اتغيرتش ولسه بتقتل الناس بدون اي حق كنت قتلتك وقتها، بس انت بالفعل اتغيرت وابنك الوحيد دوت ملوش اي حد ياخد باله منه بعد وفاه والدته. ابنك بيمر باسود ايام حياته نفس اللي انا عشته بالظبط.
بتقول له انا مش هعمل لك اي حاجه، ولكنها بتحذره ان هو لو فكر يعمل حاجه كده ولا كده او يغدر بيها هتطلع الخنجر وتغرزه له في قلبه. الحاجه الوحيده اللي انا عايزاك تعملها دلوقتي ان انت تعتذر علشان انت قتلت والدي. الراجل بيضحك وقتها بيقول لها ان انا لو اعتذرت انت كده بالفعل هتسامحيني، معقول؟ بتاكد له ان هي هتسامحه، وبالفعل الراجل بيعتذر والست بتقول له انا مسامحاك. تفتكروا خلصت على هنا؟ لا والله، ده الغدار هيفضل غدار طول عمره. ابن الغدار فجأة بيهجم على البنت ريم بكل قوته، ولكن ريم بتطلع السلاح بتاعها بسرعه وبتقدر تجرحه، فبيهجم عليها مره تانية وبيضربها برجله في بطنها وبيشيل السلاح من ايديها. بيتكلم بكل جبروته بيقول لها انا مش عايز ابني يعرف اللي حصل، انا مش عايز ابني يعرف اي حاجه، وعلشان ما يعرفش اللي حصل دلوقتي انا لازم اقتلك دلوقتي حالا. وبالفعل بيوقعها على الارض وبيكون عايز يخلص عليها، ولكنه في نفس ذلك الوقت بيحس ان في حد بيقرب عليه، فبيروح وبيشوف ايه اللي بيقرب ده. الراجل مش بيلاقي اي حاجه، بيرجع تاني للغرفه علشان يخلص على البنت، بس فجاه بيلاقي مانجي شايل رين وواقف. بيطلع السيف بتاعه بيهجم على الشخص الغدار دوت وبيقول له ده عند امك يا حبيبي. بيديله ضربه ورا الثانيه، ولكن الشخص دوت بيقدر ان هو يتفادى كل الضربات بتاعته وبيضرب مانجي بالرجل كده بيطيره بعيد. من شده الركله السيف بتاع مانجي بيتغرس في الحيطه، في الشخص دوت بيروح علشان ياخده وبيقول له تعالى لي يلا. تفتكروا مانجي يستسلم؟ لا والله، بيطلع سلاح تاني وبيقول له تعالى لي انت، وبيهجم عليه بكل قوته. بالفعل ضربه ورا الثانيه، ولكن ما بيقدرش يعمل له اي حاجه، والراجل بيتفادى الضربات بتاعته وبيخبطه على دماغه وبيوقعه على الارض. بيقرب منه وبيكون على وشك خالص ان هو يقتل مانجي. البنت رين في الوقت دوت بتفوق وبتهجم عليه فجاه، ولكنه بيمسكها، فبيقوم مانجي من على الارض وبيهجم على الشخص ده هو كمان، ولكن سرعان ما الشخص دوت بيضربه بالسكينه في كتفه وبيوقعه من الشباك على طول، ولكنه بيقدر يلحقه في اللحظه الاخيره قبل ما يقع من الشباك وبيقول له تعالى لي لازم اخلص عليك بايدي. لسه هيطعنه بالسلاح بتاعه، ولكن وفجاه مانجي بيضربه طعنه قويه بسلاحه. الراجل بياخد الضربه في بطنه وبيقع على الارض على طول، بس بعدها بيشيل السلاح من جسمه وبيحدفه رين وبيقول لها تعالي اقتليني، لازم تغضب طارق. ولكن البنت رين وقتها بتقول انا مش جاي هنا علشان اقتلك، وقلت لك من الاول وانت اللي غبي. الراجل بعدها بيبص لمانجي وبيقول له طب تعالى يا عم الحاج انت علشان خاطر خلصني، اقتلني، انا مش عايز ابني يشوفني في الحاله ديت، انا عمري في حياتي ما عودته ان هو يشوفني ضعيف كده. مانجي بالفعل ما بيصدق وبيروح عليه علشان يقتله، ولكن رين بتوقفه، بس هو بيزقها وبيهجم على الشخص ده بكل قوته. ولكن في تلك اللحظه بيدخل الولد وبيشوف مانجي وهو بيخلص على بوب كل وحشيه، فبياخد منه السلاح وبيهجم على مانجي بيضربه ضربه قويه جدا وبيهرب. بيمر الوقت وبيعدي الموقف اللي حصل ده صديقي، وتاني يوم بنشوف الولد دوت قاعد عند قبر ابوه اللي بيكون عامله له، بيتكلم مع البنت اللي معاه بيقول لها ان جثه مانجي لما رجع بالليل ما لقاهاش ومش عارف راحت فين لحد دلوقتي، بس التفسير الوحيد للي حصل دوت ومعنى كده ان هو لسه عايش. علشان البنت ترد عليه وتقول له لا يا عم الحاج ده مات، انا اللي دفنته بايدي كمان. البنت ريم بعدها بتواسيه بتسيبه وبتخرج للولد مانجي اللي بيكون لسه عايش يا صديقي، وبنعرف انهم عملوا خطه على الولد الصغير دوت وبعدها بتقعد علشان تعالجه. المهم وبعد كده بنشوف اتنين ماشيين في الغابة شايلين واحد معاهم، بس وفجأة ولاد المجنونة بيقفوا في نص الغابة كده وبيطلعوا سيوفهم وبيبدأوا يضربوا الولد اللي كانوا شايلينه، بيكونوا فاكرينه مات، واحد منهم بيقرب عليه علشان يدفنه، ولكن إذ فجأة بيقوموا بيطلع السيف بتاعه بيخلص عليهم في لمح البصر. بنعرف وقتها وبنكتشف ان هو الشخص اللي قتله مانجا قبل كده، وساعتها ماجيستو بيوصل للشخص دوت قبل ما يموت وبيعرف منه ان اكاجي هو اللي بعتهم. بعد كده بنشوف ماجيستو بيروح لانستو بيلاقي راجل واقف قدامه، والراجل دوت بيفضل يبص له نظرات حادة. بنكتشف ان هو اسمه هاباكي عضو في حرس الدايموند، وبعد دقايق كده هاباكي بيبدا يشرح وبيقول لهم ان مدرسه السيف بقت ضعيفه جدا، وعلشان كده عايز يعمل منظمه جديده بيكون اسمها كابوشو، عايز يبني فيها معابد علشان يدربوا فيها محاربين الايتو ويكونوا اقوياء جدا بدل المدارس الفاشله بتاعتهم دي. في نفس ذلك الوقت بنشوف على الجانب الاخر رجل اصلع بيكون ماسك راجل من جماعه وعايز يعرف منه معلومات خطيره، وبالفعل اول لما الولد بيقول المعلومات اللي هو عايزها بيقتله على طول وبقطع رقبته. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ست بيكون اسمها هاكو بتشرب مع واحد، وفجاه الراجل دوت بيتسمم على الارض. البنت بتروح على طول علشان تخلص عليه، ولكن وفجاه بتتسمم هي كمان وبتقع لانها شربت من نفس السم وهي ما تعرفش. المهم بعد كده بنرجع لماجيستو اللي كان بيودع بنته قريبه منه، وبعدها بنكتشف المفاجاه الصادمه، بنكتشف ان شيرا هو اللي قتله. على الناحيه الثانيه بقى رين ومانجي كانوا قاعدين مع بعض وعلى على بالهم اي حاجه. رين كانت متعصبه عايزه تقتل انستو باي شكل من الاشكال، ومانجي بيشجعها وبيقول لها ان هي لازم تبقى اقوى من كده. وفجاه رين بتتحمس وبتقول له ان هي اخذت قرارها وان هي ضعيفه دلوقتي حالا، انت لازم تقسى عليها علشان اكون اقوى من الاول بكتير، مش هينفع كده. بس مانجي بيضحك وبيقول لها لو ما اتسالتش معاكي صدقيني هتعيطي مش هتستحملي تحت ايدي. البنت بتزعل وبتقول له ارجوك اضربني دلوقتي حالا. الله يخرب بيت امك انت بتقولي ايه يا بنت المجنونه انت. المهم بتمر لحظات وفعلا مانجي بيبدا ان هو يضربها بجد، ضربها ضرب مبرح مفيش حمار يستحمل الضرب ده يا جدعان، لحد ما فجاه وقعت على الارض. بس وبعدها بيقعدوا مع بعض علشان يداووا الجروح بتاعتهم ديت، ومانجي بيتكلم وبيقول لها ان هي مش هتبقى قويه في يومين كده،
وبيمشي بعد كده وبيسيبها. رين قاعده سرحانه، ولكن في نفس ذلك الوقت بتحس ان في حد وراها، بتفتكر ان هو مانجي، بس المفاجاه بقى يا معلم ان هو بيطلع شيرا. الله الله، بيمسكها وبيحقق معاه. لما مانجي بيرجع بيقعدوا مع بعض كلهم حوالين النار. شيرا بيقول ان هو بيدور على مجموعه الايتو وان انيتسو رايح بعد اسبوع كاجا، بس مع ذلك مانجي بيرفض ان هو يروح له، بيقول له ان هو يستناه على بوابه يوتسويا. بيمر الوقت يا صديقي، وفي اليوم اللي بعد كده بنشوف رين وشيرا قاعدين بره وبيفطروا مع بعض هما الاثنين. ولما بيقول لها ان هو كان بيقتل وعنده 16 سنه، وراها الكلب اللي قتله قبل كده واكلوا لحمه، البنت رين بتنهار وبتبدا تعيط وبترجع الاكل. هو ده وقته يا عم مانجي، الله يقرف امك يا عم. بنروح بقى عند المعلم ياما، واللي كان لسه قاعد، وبتظهر بنت جديده قدامه وبيكون اسمها ماكو. البنت بتعتذر له عن التاخير وبتعرفه ان هي لسه جايه المكان دلوقتي حالا. وفي نفس الوقت بقى يا معلم بنشوفها كورين، كان مع الشخص الاصلع المستفز، وكانوا قاعدين مع شيرا ومانجو ورين هم كلهم. شيرا وقتها بدا يسال هاكورين هم مين الناس اللي معاك دول، فبيقول ان هم جماعته بيكون اسمهم ومن غيره، بس دول مش مدرسه ولا بيدربوا اي حد، دول شويه محتلين على فكره. بعد كده شيرا بيقرر يدخل في الاسئله اللي بجد، وبيقول له بص يا معلم، انستو طالب 4 سيافين يمشوا معاه ليه؟ وليه هو رايح مدينه كاجا دلوقتي؟ وهل يا ترى في مخبر جوه الجماعه بالفعل؟ فبتعترف هاكورين ان هم عندهم مختبر خاص بهم بالفعل، وان معلوماته صح بنسبه 80%، ولكن ما بترضاش تقول اكتر من كده. بيساله مانجي بعد كده عن رايه في الكلام اللي بيتقال دوت، فبيبص للبنت وبيتكلم وبيقول لها دوت كل اللي عندكم معقول؟ لازم تقول الحقيقه دلوقتي، لما تطلبوا مساعده من حد لازم توري له ورقك كله، صح يا شيرا؟ ما هو مانجي شكله خبيث برضه يا جدعان، والبنت بتحاول تشغل دماغها ومش هياكلوا مع بعض هما الاثنين. اما بقى في مكان تاني تماما بيكون ماجستو السيده اللي موجوده معاه بيكتشف موت البنت الخادمه، وبيعرفوا رمز اللي قتلها وقتها، واللي بيطلع شيرا وبيتاثروا جدا كمان. واما بقى في الجهه المقابله في الليل بيكون الكل نايم وعلى على باله والدنيا رايقه خالص، بس واذ فجاه مانجي بيسمع صوت صرخه وبيتحرك علشان يروح يشوف في ايه. الاصلع بيقول له ما تقلقش ديت اعراض مرض هاكورين، ورين بتروح تطمن عليها وقتها. ولما بتبدا رين تتكلم معاها علشان تشوفها كويسه ولا لا، هاكورين بتبدا تقول لها جمله غريبه جدا ان هي بتكره الساموراي قوي. البنت طبعا ساعتها بتتصدم، ولكن بيمر الوقت وتاني يوم بنشوفهم كلهم قاعدين مع بعض. شيرا بيتكلم وبيقول ان انيتسو عنده هوس بلبس غريب، ولكن الاهم دلوقتي ان هو عنده طريق يكشفهم، وبيعرفهم ان هم يواجهوا مشكله عند بوابه الدخول وقدامهم حلين بس علشان يقدروا يدخلوا لجوه، يا يتسللوا من غير ما اي حد يشوفهم او يتواصلوا مع الشوجن، وساعتها يدخلوا بالفعل. رين كانت قاعده وقتها بتسمع الكلام يا صديقي وبتربطه ببعض، وبتفتكر من سنتين لما هاجموا موتن. بتبدا تسالهم هو الشوجن بيستخدم الايتو بالفعل ولا كان في بينهم اتفاق. شيرا بعد كده بيقول لهم فكوكم الكلام دوت علشان نستعد دلوقتي لان الخطه هتبدا عند الفجر. المهم بيمر الوقت يا صديقي وبنشوف بعد كده رين ومانجا واصحابنا كلهم بيكونوا قاعدين في مطعم في المدينه، بس وفجاه بيسمعوا صوت زعيق واحد بيتكلم وبيقول لهم ان هو انستو. بيتصدموا وبيبصوا بسرعه بيلاقوا واحد بيتبرز وهو لابس لبس انستو بالفعل، بس لما بيركزوا بيكتشفوا ان ديت نسخه مزيفه منه، النسخه الحقيقيه لسه مستخبيه لحد دلوقتي وما ظهرتش، الله يخرب بيت دماغه. بيروحوا ساعتها عند النهر مع باقي الفريق، ومانجا وقتها بيقرب من بعيد كده وكان شاكك ان انستو موجود في المكان. بيقرر ان هو يتحرك بالفعل علشان يتاكد بنفسه. وفي نفس الوقت لما بتكون البنت شير مع الولد شيرا، بيكون شيرا وقتها مستعجل عايز يهجم باي شكل من الاشكال. رين بتوقفه وبتقول له استنى يا عم الحاج نتاكد الاول، ولكنه بيتعصب وبيضرب القبعه بالسيف بتاعه، بتطلع بنت في الاخر، والبنت بتتكلم وبتقول له انت غلطان جدا، انا مش طعم ولا حاجه، ولكني جاي دلوقتي علشان انهيكم كلكم. وفجاه يا صديقي بدون اي مقدمات بيظهر 2 من وراها، والبنت بتهرب من المكان وبيستعدوا للقتال ساعتها. في نفس اللحظات بقى مانجي بيكون بيقطع شبيه انستو حرفيا وبيبدا يدور على الحقيقي كمان. بنرجع لشيرا الجبار وقتها اللي بيكون بيقتل الناس ديت بكل سهوله، وبيتكلم وبيقول على فكره لسه في ناس مختفيه. بيمسك البنت وبيبدا يعذبها بشكل وحش يا صديقي، عايز يعرف منها مين اللي لسه معاها. ولما رين بتحاول ان هي تمنعه بيضربها وبيقول لها انا قتلتك مرتين ما تخلينيش اقتلك المره الثالثه. بيحاول وقتها يذبح البنت، ولكن رين بتطلع السيف بتاعها علشان تقتله، بس هو بياخده منها. بيقرب منها وبيقول لها انا مش قلت لك يا بنت ما تتدخليش، وكان عايز يخلص عليها ابن المجنونه. بس ولكن هنا بتحصل الصدمه يا صديقي، ومانجا بيظهر فجاه وبيقطع له ايده بدون اي مقدمات. شيرا بيتجنن وقتها بيمسك السيف بتاعه بيطلع يجري زي المجنون. اما في ليله اليوم التالي بنشوف البنت رين سابت فلوس لمانجا وورقه مكتوب فيها ان هي راحت تقابل الشخص الاصلع ده، وبالفعل بتروح تقابله وبتكلم وبقول لها ان ريو مدرسه ايباني سالت عنها في كاجو، وطريق الجبل طويل جدا لوحدك، خدي بالك يا رين ما تروحيش هناك. ولكن وبعدين البنت بتمشي في الطريق بتاعها وبتكون مصممه، والناس كلها بتبص لها كده باستغراب، لحد ما بتشوف وقتها اكبر صدمه في حياتها
كلها هي ومانجي مطلوبين للعداله. في نفس الليله بقى بتروح البنت رين للطباخه اللي كانوا اكلوا عندها قبل كده وبتحكي لها عن جنون شيرا، بتسالها عن طريقه تعدي بيه البوابات الغريبه ديت، فالست بتتكلم وبتقول لها روحي قريه بيكون اسمها كامينو جنب نهر كيبوتو بالظبط، هتلاقي اللي يساعدك هناك. البنت ما بتصدق وبتروح هناك جاريه للقريه ديت يا صديقي، واول لما بتوصل بتقابل راجل هناك بيرحب بيها. بعد كده بنت كمان بترحب بها وبيكون اسمها سوتو وبتقدم لها مشروب، ورين بتدخل في الموضوع فورا وبتتكلم وبتقول لها انا جايه هنا وناوي اعدي بوابه النهر، تنصحوني بايه؟ فالراجل بيسالها طيب نقدر نساعدك ازاي، عايزه تخلصي مشاكل او حاجه هنا؟ علشان رين توضح ان هي سمعت ان حراس بوابه كابيتو دول بتغدوا هنا. وفي اللحظه ديت بقى يجي لها فكره جباره في دماغها يا صديقي، وتقول لهم ممكن تتبنوني، انا سمعت ان انا لو بقيت من اهلكم ممكن اعدي من البوابه من غير تصريح ابدا، وانا ساعتها هديكم فلوس على اللي انتوا عملتوه معايا. الراجل وقتها بيرفض رفض تام وبيقول لها اخر مره ساعدنا حد اتعدم للاسف، ولكن البنت فضلت تلح عليه، وبعد الحاح طول منها بالفعل بتقدر ان هي تقنعه بيوافق. وبالفعل بيمر الوقت، وتاني يوم بنشوفهم لما دخلوا البوابه والحراس بيعرفوا الرجل اللي بيكون اسمه كايا، بيرحبوا بيه وقتها بيستقبلوه استقبال كويس، ولكن بيفضل الجزء الاصعب التفتيش عند البوابه يا معلم. المفوض وقتها بيسالهم وبيقول لهم انا عارفكم كلكم، ولكن مين الحلوه الاموره دي؟ كايا بيتكلم وبيقول له ان هي اخته مراته وان هم راجعين من ايده دلوقتي، ولكن المفوض بيشك في الكلام بتاعه، بيقول له ده عند امك يالا، البنت دي مش شبه مراتك، انا عارف مراتك كويس قوي. وفي اللحظه الحاسمه المفوض بيقرر ان هو يسال رين بنفسه، وبتبدا تحكي له قصه حياتها كامله، بتقول له ان هي اسمها سو وجوزها سوبي، وان هي اتجوزت بذر وخسرت كل حاجه وبتتاثر، وبتبدا ان هي تعيط الله عليك يا رين، طلعت مذاكره وطلعت ممثله شاطره جدا. المفوض بالفعل بيصدقها، ولكن فجاه بيشك مره تانية وبيقول لها استني، انا عارف العيله بتاعتك وكلهم عندهم اثر في جسمهم، احنا هنجيب دكتور دلوقتي علشان يشوف الاثر دوت موجود عندك ولا لا. ايه الغريب والصدمه بقى يا صديقي ان رين كانت محضره ديت كمان، وبتقول له ما تجيبش دكتور ولا حاجه. بتكشف البنت عن جسمها بنفسها وبتتضح ان هي عندها نفس العلامه بالفعل. الله يخرب بيت دماغ امك يا رين، خططت لكل دوت امتى؟ ساعتها بالفعل المفوض بيقتنع 100% وبيديها التصريح علشان تدخل، وبعد فتره قصيره بتقعد رين مع الولد كايا. كايا بيكون منبهر من جرأتها وقتها ما توقعش ان هي تعمل كده. بعد شويه بيسلم عليها وبيسيبها وبيمشي وبيتكلم مع نفسه، بيقول ان هو شاف اذكى واعجب بنت في حياته كلها. بعد ما رين بتمشي لوحدها بنشوفها كورين بتبلغ مانجي ان رين راحت هناك عند انيتسو. مانجي بينزل بسرعه وبتخض عليها وبيقول طيب انا لو رحت هناك دلوقتي لازم اعدي البوابه، هعديها ازاي؟ بس واثناء ما كان ماشي بيخبط في سينسي، وسينسي يساله انت بتجري زي المجنون كده ليه، ويا ترى فين رين؟ علشان مانجي يرد عليه ويقول له ان هي راحت انستو، وسينسي يساله وقتها ليه ما رحتش معاها يا غبي؟ فيتعصب مانجي عليه ويقول له ان هو ما معهوش تصريح علشان يدخل اساسا، وهي راحت من وراه. سينسي بيقول له ولا يهمك انا هجيب لك واحد دلوقتي، ولكن فجاه بيظهر ماجيستو قدامه. اول لما بيشوف مانجي في وشه بيقول له تعالى لي يا روح ماما، بيشدوا هما الاثنين اسلحتهم، ولكن سينسي بيهديهم وقتها. بيعرض على مانجي تصريح مقابل ان هو يساعد ماجيستو، ومانجي بيوافق بالفعل يا صديقي. بياخد التصريح وبيتفاجئ ان هو على ختم شريره، في الوقت دوت بتكون هاجورين قاعده مع الخادم بتاعها، كان بيحاول يلمح لها ان هو بيحبها ولكن مش مركزه ابدا ولا واخده بالها من اي حاجه اساسا. وفجاه بيدخل عليهم شخص يا صديقي، هاجورين بتتصدم وبتتكلم وبتقول له انت لسه عايش، ده انا قاتلك بايدي. بيزعق لها وبيقول لها فين جيتش انطقي دلوقتي حالا، فبترد عليه وبتقول له ان هو مش موجود. بيقول لها طب يا ترى انت اتاكدت الناس اللي تبعنا ماتوا بالفعل؟ فبترد عليه البنت وبتقول له ايوه اتاكدت بنفسي. وعلى الجانب الاخر بقى بنشوف بنت قاعده يا صديقي كده في هدوء على بالها، وبيدخل عليها رجاله وبيبداوا ان هم يشدوها من شعرها وبيضربوها. بنعرف وبنكتشف ان هي البنت هاكورين وكانت متنكره، وبيقرب راجل منها وبيتكلم وبيقول لها انا اللي طعنتك بالابره بتاعتك، ويامر الرجاله بتاعته ان هم يفتشوا المكان كله عن اي حاجه موجوده معاها. بس ولكن في اللحظه ديت بيدخل الخادم شينريجي وبيقتل اول واحد فورا، التاني بيهجم عليه ولكن شينريجي بيوطي على الارض وبيقدر ان هو يقتله بضربه قاتله، وواحد منهم بيمسكه من ورا. بس على مين يالا، ده شينريجي طلع نينجا بالفعل وبيقلبه على الارض وبيرميه على صاحبه وبيقتله. بيكون فاكر ان هو خلص عليهم كده كلهم، ولكن فجاه بيظهر شخص اقوى منهم كلهم وبيضرب شينريجي ضربه قاتله. هاكورين بتتصدم وبتصرخ وبتجري علشان تطمن عليه، ولكنه بيقول لها تعالي يا حلوه، بياخدها معاه. وبنعرف وبنكتشف ان الشخص دوت اللي كان معاهم من الاول اصلا، وان هو اللي خانه ومبلغ عن مكان هاكورين. بيمر الوقت وبالليل لما بيوصل جيتشي بيلاقي شينريجي واقع على الارض ومقتول بكل وحشيه. وعلى صعيد اخر في مكان تاني الرجاله دول كانوا بيعذبوا البنت هاكورين، والقائد بتاعهم بيتكلم وبيقول لهم صاحبكم اللي مات بيكون اسمه اكاجي، فهميني كل حاجه دلوقتي حالا. بس ولكن هاكورين ما بيكونش هممها اللي بيحصل كله، بتضحك ضحكه شريره وبتقول لو قصدك اكاجي ده اللي ظهر قدامك من شويه وخلص على الجنود بتاعتك كلها، فالراجل بيتعصب وبيضربها في بطنها. واما على
الجانب الاخر بقى بنشوف راجل كان ماشي وفجاه جيتشي بيسحبه، بيقول له انت لا تجرأت وهجمت عليا من شويه كنت عايز تخلص عليا، او بيقتله فورا. في نفس اللحظه بيظهر اتنين كمان من المجموعه بتاعته فبيهجم عليهم بسرعه وبيقدر يقتلهم في لمح البصر. القائد في نفس الوقت بيسمع الاصوات الغريبه ديت وبيخرج يشوف عشان في ايه، وفي اللحظه ديت هاكورين بتاخد جزمتها علشان تستخدمها كسلاح. اما بقى بره يا معلم جيتشي كان بيتقاتل مع واحد وبيربطه على الشجره وبيقطع له ايده. الراجل بيصرخ وقتها صرخه قويه واللي جوه بيسمع الصرخه ديت وبيخرجوا بسرعه وبيلاقي صاحبهم واقع على الارض. واحد منهم بيمسك السيف بتاعه كان على وشك ان هو هيقتل جيتشي، ولكن فجاه بتظهر هاكورين من وراه بيهجم عليه، ولكن جيتشي بيسبقه وبيقطع ايده فورا والراجل بيجري مذعور. هاكورين بتاخد السيف بتاعه وبتقول له تعالى يا روح ماما انت رايح فين، بتطعنه طعنه قويه بتخلص على امه. البنت فجاه اول لما بتعمل كده بيغمى عليها وبتفتكر بقى ماضيها الاسود. بنشوف طفله البنت هاكورين وابوها كان عايز اخوها يتعلم السيف ولكن الولد ما بيقدرش ان هو يتعلمه، فابوه بيتعصب عليه وبيقتله بوحشيه. هاكورين وقتها ما استحملتش تشوف اخوها بيتقتل قدام عينها فهتقتل ابوها بايديها، وبعد كده بيتم القبض عليه وبيجهزوا علشان ينفذوا فيها حكم الاعدام، ولكن فجاه بتفوق وبتلاقي جيجيتشي قاعد جنبها. بتساله يا ترى احنا هنعمل ايه دلوقتي، فبيعرفها ان هو بلغ الزعيم بكل اللي حصل حتى اللي يخص شيرا. البنت ساعتها بتقول له ان هي جعانه جدا ومش قادره تستحمل، فبيخرج بالفعل جري علشان يجيب لها اكل، ولكن لما بيرجع بيلاقي الصدمه في وشه. البنت اختفت من المكان كله ما بيكونش يلاقيها ابدا. بيكون في نفس الوقت دوت المعلم مانجي ماشي مع ماجيستو، ولكن فجأة بتضرب عليهم سهم وبيصده بايده. بيظهر فجأة شخص بيكون شعره ابيض وبيكون اسمه شيرا وبيقطع فورا ايد مانجي. بيكون فاكر ان هو انتصر عليه وخلاص قطع ايده كده وارتاح منه، ولكن على مين يلا؟ ماجيستو بيتدخل علشان يدافع عن صاحبه وبيطلب من شيرا ان هو يروح يبارزه، ولكن شيرا بيتكلم ويقول له ما تتدخلش بيني وبين مانجي ارجوك. بيبص المانجي وقتها فجأة بتحصل الصدمة يا صديقي، ايد مانجي بترجع مكانها مرة تانية وبيكون شيرا واقف في صدمة كبيرة. مانجي بيبص له وبيقول له تعالى لي يا حبيبي. في نفس الوقت ماجيستو بيعرف ان دوت الشخص اللي قتل حبيبته بيحاول ان هو يهجم عليه وقتها، ولكنه بيصد الهجوم بتاعه. بيقدر ان هو يطعنه طعنه قويه جدا بالخنجر في ايده المقطوعه. ساعتها في نفس الوقت مانجي بيروح له علشان يبارزه لوحده وبتكون المعركه حماسيه مولعه. بتخلص المعركه الطحينه ديت وبعد شويه بنشوف مانجي لما بيقابل ماجيستو بيقول له انا دخلتك معركه مع الولد شيرا لانه مش عدو اصلا، هو عدوك انت يا ماجيستو. مانجي بيسيبه بعد كده ولسه بيخرج من المكان اللي هم فيه، واذ فجاه بتفاجئ ان رجاله شيرا واقفه قدامه اللي بيغدروا بيه وقتها وبيهجموا عليه بيفضلوا يطعنوه طعنات قويه كتيره. ده شميلوا الولد على الاخر يا جدعان وبيكونوا فاكرين ان هو مات خلاص، بس على مين يلا انت وهو؟ لا والله ما يستسلم ابدا. بيصدمهم كلهم وبيقوم يقف لهم مره تانية وبيكون هيخلص عليهم بطريقه بشعه، ولكنهم بتاسفوا له وقتها وبيفضلوا ان هم يترجعوا علشان يسيبهم. بيقولوا احنا ملناش دعوه والله، شيرا اللي قال لنا اعملوا كده علشان ناخد فلوس. اما بقى على الجانب الاخر بنشوف ماجيستو اللي بيروح عند شيرا، وشيرا بيهجم عليه وقتها لان بيكون فاكره ان هو مانجي، بس لما بيعرف ان هو ماجيستو بيقول له انا مش هقتلك انت، انا عايز مانجي. ولكن ماجيستو بيكون كارهه جدا وبيحاول ان هو يهجم عليه هو، ولكن شيرا بيتفادى الهجوم بتاعه بيقدر ان هو يصيبه. بيقفوا هما الاثنين وبيهجموا على بعض مره تانية وبيصيبوا بعض اصابات خطيره والقتال بيكون ملحمي. ماجيستو بعدها بيهرب من المكان اللي هما فيه وبيقف بره، ولكن فجاه بتفاجئ بطعنه قويه جايه له من الحيطه. بيردوا له نفس الطعنه وقتها من الحيطه وبيقدر ان هو يطعن شيرا بالفعل، وبيخرجوا بره هما الاثنين وبيتضربوا. بيصيب شيرا اصابه قويه جدا في ايده يا صديقي، وبوم بعد كده بيقطع له جسمه كله. بس الغريب بقى ان ابن المستفز ما بيموتش وقتها بيفضل ان هو يتريق عليه ويشتم في حبيبته. ماجيستو بيكون جاب اخره وبيهدده وبيهجم عليه بالفعل بكل وحشيه، بيوجه له ضربه بالسيف وبيقدر ان هو يخلص عليه بالفعل، ولكنه مش بيموت برضه يا جدعان. بيشيله بعدها بيطلع يجري بيه في الغابه يا صديقي بالرغم ان هو مجروح واصاباته خطيره. بيقفوا بعد كده عند الشلال وبيكون خلاص شيرا بين الحياه والموت. بالرغم من كده ابن المستفز مش بيسكت ابدا وبيفضل ان هو يستفز في ماجيستو لحد ما بيقطع له ايده الثانيه وبيرميه في الميه. بعد كده ماجيستو بيروح يقعد مع الولد مانجا يا صديقي وبيقول له ان هو كمان رايح كاجا، وبيقول له ان هو لو لقى انستو هناك هيقف في صفه ضد مانجا اكيد. اما بقى على الناحيه الثانيه بنشوف البنت رين اللي بتقع في الطريق بتاعها من كتر التعب، وبيجي شخص وبيقدر ان هو يساعدها. المشكله مش هنا يا صديقي، الصدمه المرعبه بقى ان الشخص دوت بيكون انستو بنفسه. يا نهار ابيض يا جدعان، البنت اول لما بتشوفه بتصرخ في وشه من كتر الرعب، فجاه بيظهر مجموعه من النينجا علشان ينقذوا البنت رين من ايدين انستو، ولكن بيقدر ابن المستفز ان هو يخلص عليهم كلهم. البنت رين بعد كده بتروح مع انستو غصب عنها وبتكون زعلانه بسبب اللي حصل لها دوت ومش عارفه تعمل ايه. بتتعصب على انستو وبتقول له انت عايز مني ايه يا عم الحاج انت وبتفضل تضرب فيه. ولكن بعد كده بياخدها الولد انستو بيروحوا القريه وبيسيبها انستو هناك وبيروح يقابل البنت ماكي. بيقول لها انت كنت فين وايه اللي حصل لك يا ترى؟ فبترد عليه وبتقول له الاصابه اللي حصلت لها ديت بسبب شغلها مع الزراعيين. الولد بيحس ان هي بتكذب عليه وبيشيل الرباط اللي على
على ايديها وبيكتشف ان ايديها فيها جرح كبير، وبعد ما بيخلص معاها بيخرج وبيروح يقابل البنت رين مره تانية وبيكونوا في طريقهم لتاما. بس ولكن المفاجاه بقى وقتها ان انستو بيقع على الارض من كتر التعب، وبيجي الليل وبيكون انستو فاق خلاص، وبنعرف ان اللي حصل له دوت بسبب ان هو اتصاب بسلاح قوي جدا، والسلاح دوت بيكون في امراض كتيره. المهم بعد كده بيتحركوا يا صديقي وبنشوف انستو لما بيحط ايده فجاه على البنت رين بدون اي مقدمات كده. بس الغريب ان في نفس اللحظه بيكون في مجموعه من الاشخاص معديين، ودول بيكونوا بيطاردوا الولد انستو. بس وفجاه الرجاله ديت وهم ماشيين بيخبطوا في البنت رين الغلبانه، فبتطلع السكاكين اللي معاها بتبدا ان هي تضربهم. واحد منهم بيطلع سيفه وبيكون عايز يقطع رقبتها، ولكن فجاه بيظهر انستو بيقطع له ايده. بجبروته بيقدر يخلص عليهم واحد ورا التاني. وعلى الناحيه التانيه بقى يا صديقي بيكون هاكو الزعيم الجديد قاعد مع اعضاء الايتو، بيقعد مع واحد بيكون اسمه ايابا وبيقول له انا عايز انستو دلوقتي حالا زي ما انت وعدتني. فايابا بيقول له دي غلطتي، انا صدقت ان هو قال لي انا راجع وما رجعش وضحك عليا. هواكي بيطلع بعد كده وبيتكلم مع شخص وبيقول له لازم في خلال نص ساعه تجيبوا لي الولد ده. وبالفعل في هذه الاثناء بيوصلوا الاشخاص دول عند انستو وبيمسكوا البنت رين وبيكونوا عايزين ان هم يقتلوها. خلاص البنت بين ايدهم دلوقتي، ولكن فجاه بيظهر مانج في اللحظات الاخيره، فبتتكلم رين وبتقول له خلص عليهم بسرعه. مسك سيفه وانطلق عليهم بكل قوته، واول واحد بيضربه مانج بيخلص عليه فورا. بينضم لهم ماجيستو في الوقت دوت، ولكن القائد بيتكلم وبيقول لهم ملوش داعي اللي انتوا بتعملوه، انا جاي علشان ابن المستفزه اللي اسمه انستو جاي علشان اخلص عليه. بس ولكن بتظهر البنت ماكي في اللحظات الاخيره وبتكسر السيف بتاعه، بتقطع رقبه واحد فيهم. بنت المفتريه بتقتل فيهم واحد ورا التاني بدون اي رحمه، وبيخلص مانجا وماجيستو على الباقي كلهم. بيفضل قدامها الزعيم بتاعهم، فالبنت ماكي بدون اي تفكير بتقطع له ايده. الزعيم بيبص لانستو وبيقول له لسه ما خلصتش يا انستو، بيطلب منه ان هو يروح يواجهه. انستو بياخد سيفه ولسه هيهاجم عليه، ولكن فجاه الزعيم بيوجه له ضربه قويه وبعدها بيخلص عليه. بعدها على طول بيروح جيتشي المانجا وبيتكلم وبيقول له انت واصل لك رساله دلوقتي من حارس الامبراطور هباكي، بيطلب منك يا مانج ان انت تنضم لموجاي. مانج بيرفض وقتها وبيقول له ده عند امك انت وهو، وبيبدا بينهم قتال ملحمي بالفعل. جيتشي بيقدر ان هو يوقع السيف بتاع مانج، فمانج بيطلع السلاح التاني اللي موجود معاه وبيهجم على جيتشي بكل قوته. جيتشي بيقدر ان هو يتمكن منه، بيوجه له ضربه قويه جدا في صدره وبيقدر ان هو يخنقه. بس زي ما احنا عارفين مانج ما يعرفش يعني ايه استسلامه، بيخبطه في الشجره وبيوقعه على الارض. وفجاه كده جيتشي بيختفي من قدامه وبيظهر مره تانيه وبيهجم على مانج بكل قوته. بيطلع سلاحه وبوم بيرشقه في رجل مانجي. مانجي بيقول له هات اخرك يا حبيبي، وبيديله باللوكميه في وشه وبيطيره بعيد. ومن قوه الضربه اللي خدها جيتشي ما بيكونش قادر ان هو يقوم يا صديقي، وبيفوز مانجي بالفعل. بعد ما القتال بيخلص وفي نفس اللحظات كده بنشوف انستو لما بيولع في المكان، وبعدها مانجي بيروح يقابل الزعيم. ولكن الزعيم اول لما بيشوفه بيجن جنونه وبيهجم عليه فجاه بالسيف بتاعه. مانجي في نفس اللحظات بيصد الضربه وبيطلع السيف بتاعه بيهجم عليه هو كمان. الزعيم بيصد ضربته وبيقول له استهدى بالله مانجي انا مش عايز اقتلك. بيلاحظ الزعيم في نفس اللحظه ان جسم مانجي بيتجدد مره تانيه، وبيقول له ايوه كده يا معلم بانت الحقيقه. بيقول له انا كنت بعمل كل دوت علشان عايز اعرف ان انت مش بتتاثر ولا لا زي ما الناس بتقول. بعدها يا صديقي مانجي بيفتح الباب وبيكون خارج، ولكن فجاه بيلاقي عدد كبير جدا من الرجاله واقفين قدامه. عينك ما تشوفها الا النور بقى، خدوه يا معلم وحبسوه. وكان الزعيم وقتها باكي مش عايز يجيبها البر، بيكون جايب دكتور معاه عايز ياخد الاعضاء بتاعه الولد مانجي ينقلها عنده في جسمه علشان يعمل جسم قوي زيه. الدكتور بيقول له ما تشيلش هم اي حاجه 8 ايام وهخليك اقوى منه كمان، بس انا دلوقتي لازم اتاكد ان جسمه بيتشافى بسرعه زي ما الناس بتقول كده. هباكي ما بيصدق وبياخد السيف بتاعه بيروح على مانجي وبيجرحه، وفعلا مانجي بيتشافى قدامهم. في نفس اللحظات على الجانب الاخر البنت رين بتكون قاعده وهتتجنن على الولد مانجا حرفيا، وفجاه بيدخل عليها بنت وراجل من رجال انستو. البنت بنت المجنونه فجاه بتهجم على البنت رين بدون اي مقدمات، ولكن الشخص اللي معاها بيوقفها وبيهددها ان هي لو ما سكتتش هيموتها. بيتاسف للبنت رين وبيطلب منها ان هم يقعدوا مع بعض علشان يتكلموا، وبالفعل رين بتوافق وبيقعدوا. بيخلصوا كلامهم، وفي اليوم اللي بعد كده بتروح البنت رين لهياكو وبتحكي لها على اللي حصل لمانجي. فهياكو بتروح علشان تسال عليه بالفعل، ولكن مش بتعرف تاخد اي معلومه من اي حد، محدش يعرف مكانه. المسكين مانجي على الجانب الاخر عمال بيتألم وكان خلاص هيتم تشريحه. الدكتور بيروح عليه وبيبدا ان هو يجرحه يا صديقي علشان يشتغل في العمليه، ولكن الجروح بتاعته بتشفى في نفس اللحظه. الدكتور بيقلق وبيقول طب احنا هنشتغل ازاي كده في العمليه، وبيفتح الجرح بسرعه مره تانية وبيمسكه بايده علشان ما يقفلش تاني. الغريب والصدمه بقى ان الجرح بتاع مانجي ما بيستناش وبيقفل على ايد الدكتور. بيفضل يصرخ باعلى صوته لحد ما اتنين في المكان بيقدروا ان هم يشدوا ايده بكل عنف وبيقدروا يخرجوها بالفعل. اما اليوم اللي بعد كده بقى بنشوف الولد مانجي تعب من كتر التعذيب اللي هو اتعرض ليه، فالدكتور بيروح علشان يطمن عليه. بس على مين يلا، مانجي بيهجم عليه وبنكتشف ان هو كان عامل فخ علشان يوقعهم فيه. بيحط السكينه على رقبته وبيجي هباكو وقتها بيطلع السيف بتاعه وبيحدف على الولد مانجي بكل قوته. بينزل على ايد الولد مانجي وقتها بيقدر ان هو يخلص الدكتور من تحت ايده، وبيهجم عليه مره تانية. بيضربه ضربه قويه جدا بيقطع له ايده يا صديقي، وبيحاول الشخص التاني يهرب من المكان، فهباكي بيرزعه واحده بيرقده على الارض. هباكي بيستغل الموقف وبيروح على الولد مانجي وبيحط السيف على رقبته وبيقول له خلاص فات الاوان يا روح ماما، انت دلوقتي
دلوقتي تحت قبضتي، انا لازم اقتلك حالا. يا نهار ابيض يا جدعان، تفتكروا الموضوع خلص على كده؟ ما اعتقدش ان مانجي بعد كل اللي عمله دلوقتي هيستسلم بالسهوله ده على ايد واحد تافه زي ده. احداث اسطوريه حماسيه مولعه نعرفها ان شاء الله مع بعض الحلقات اللي جايه. الانمي ده في حلقات كتير جدا يا صديقي، فلو شفت تفاعل على الفيديو ده ابشر بالجزء الثاني. وبس علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.